السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم سعادة وهنا بإذن الله. النهاردة هنعمل الرز بشعرية وهنقول على شوية أسرار هيطلعوه أروع رز بشعرية، بس تابعيني لآخر الفيديو عشان هتستفيد. أول حاجة حطينا الزيت يقدح وكمان الشعرية. وأول سر هو إن الشعرية تكون نص كمية الرز اللي انت هتطبخيها. يعني لو هتطبخي نص كيلو رز تعملي ربع شعرية، ولو هتعملي كيلو رز اعملي نص شعرية. تمام كده واضح؟ ده اول سر معانا. تاني سر اضافة الملح على الشعرية وهي بنحمرها اثناء التحمير، وده هيساعدني بتماسك حبات الشعرية وما تطرش مني زيادة عن اللازم، لان الملح من خواصه ان هو بيمتص الرطوبة يا حبايب قلبي. ثالث سر فصين حبهان متفتحين، ولازم يكونوا متفتحين لان الحبهان لو اتوضع مقفول ما بينزلش النكهه بتاعته. رابع سر يا حبايب قلبي هو غسل الرز ونقعه لمده 10 دقائق فقط لا غير، مش اقل ولا اكتر. والرز لازم يتغسل ويتنقع على 10 دقائق علشان نتخلص من بعض حمض الفايتك. الحمض ده بيمنع الجسم من امتصاص الفيتامينات الغذائيه والمعادن، فاحنا بنحاول نتخلص من بعضه، مش كله، بنحاول نتخلص من بعضه. والسر الثاني في ان انا لازم انقع الرز لمده 10 دقائق هو ان انا بفتح مسامه ان هو يتقبل اي نكهات احطها زي الحبهان او المستكه. تمام حبايبي؟ وخامس سر ان انا اقلب الرز لحد ما يمتص الماده الدهنيه زي ما انتم شايفينه، لمع الحبات الرز كلها لمعت زي ما انتم شايفين. وده مهم جدا علشان لما اجي اضيف الميه الحبايه تكون متغلفه بالماده الدهنيه فما تنزلش نشاء فالرز ما يتعجنش. سادس بقى سر لازم تكون الميه مغليه زي ما انتم شايفين كده، لازم تكون الميه مغليه زي ما انتم شايفين. وكوبايه الرز البلدي بتاخد زيها كوبايه ميه بالظبط عشان ما يعجنش معانا. تمام يا حبايبي؟ ولازم تكون مغليه علشان حبايه الرز ما تفرطش نشاها. هنغطي على الرز ونرجع نشوف هنعمل ايه. هنا بقى هبدا اشيل الغطا وزي ما انتم شايفين كده، شايفين الفجوات دي؟ انا عماله اقرب لكم الكاميرا، شايفين الفجوات اللي طالعه والبخار عمال يطلع منها. اوعي تقلبي في الوقت ده، لانك لو قلبت في الوقت ده هتكتم البخار والرز اللي تحت هيستوي واللي فوق هيبقى مش مستوي، وكمان هيعجن منك. تمام؟ نوطي عليه بقى ونسيبه حوالي 5 دقايق وبعدين نغرف ونرجع. وبكده يا حبايب قلبي نكون انتهينا من طبق الرز بالشعريه. والطعم مش قادره اقول لكم ولا الريحه كمان. يعني فصين الحبهان اللي حطيناهم عشان حطيتهم مفتوحين نزلوا النكهه بتاعتهم وودوا الطعم في حته تانية خالص. وهنا زينا الطبق ببضع حبات من الحبهان برضو، وبنقدمه جنب الوصفه اللي انت عايزه تقدميها جنبها. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.